يا جماعة، النهاردة عندنا جهاز مختلف جدا. جهاز مش بس موبايل، لأ، ده موبايل بلس تابلت بلس تجربة جديدة بالكامل. أنا بتكلم عن جالاكسي زي فولد 7 اللي حرفيا بعد استخدامه حسيت إني معايا جهاز من المستقبل. أول ما تمسك الموبايل ده، أول إحساس بيجي في دماغك إزاي خففوه كده. تخيل معايا إن وزنه 215 جرام بس، ولو قفلته هتلاقي التخانة 8.9 ملي. أنا شخصياً أول ما حطيته جنب الفولد 6 اتصدمت من الفرق. حتى لو حطيته جنب ال S25 Ultra هتلاقي فولد 7 قريب جداً في الحجم والوزن، وده إنجاز لوحده. دلوقتي هسألكوا سؤال. انت لو هتمسك فولد 7 في ايدك كل يوم، ايه اول حاجة هتخطر في بالك؟ بالنسبة لي كان نفسي يكون موبايل اساسي من غير ما احس اني ماسك لبن الطوب. وهنا بقى المفاجأة، فولد 7 فعلا موبايل اساسي. نيجي بقى للشاشة الخارجية، 6.5 إنش أموليد. التجربة هنا طبيعية جدا، تفتح واتساب، ترد على مكالمات، تتصفح فيسبوك أو تويتر، كل ده بإيد واحدة وبراحة. زمان مع الأجيال القديمة كنت تحس الشاشة طويلة وضغط، لكن هنا لأ. أول مرة أحس إن فولد ينفع يكون موبايل حقيقي مش بس جهاز غريب. دلوقتي هنتكلم في الشاشة الداخلية، ولما تفتحه هنا بقى الموضوع بيقلب تجربة تانية خالص. 8 إنش أموليد، الجودة بتاعتها رهيبة. لو بتحب تقرأ أو تتفرج على فيديوهات أو تلعب، صدقني هتحس إنك ماسك تابلت صغير مش موبايل. أنا جربت أقارنها مع شاشات تابلت تانية، لقيت إن فولد 7 متفوق في ألوانه وتفاصيله. كمان موضوع التانية في النص، واو، الفرق ضخم جدا عن فولد 6. في فولد 7 بقت شبه مش باينة، ولما تركز هتلاقيها موجودة طبعا، بس الاستخدام اليومي خليك تنساه. نيجي بقى للأداء والسلاسة. الموبايل جاي بمعالج سناب دراجون 10 إليت مع وان يو آي 8. خليني أقول لكم دي أحلى تجربة واجهة لموبايل سامسونج لحد دلوقتي. السلاسة والنعومة هنا مختلفة، حتى أفضل من الألترا نفسه. وأكتر حاجة عجبتني إن المعالج بيتعامل بذكاء مع السخونة، بيشتغل في معظم الوقت على 75% من قوته، وده بيخليه يديك أداء ممتاز مع حرارة قليلة. يعني لا هيولع في إيدك ولا هيعمل لك تهنيج. وده الجزء اللي ناس كتير مهتمين بيه. فولد 7 واخد نفس الكاميرا الأساسية بتاعت الألترا، 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7. النتيجة صور قريبة جدا جدا من الألترا، الألوان مظبوطة، التفاصيل عالية، والتجربة عموما مبهرة. والتصوير فيديو لحد 4K 60 FPS على كل العدسات ممتاز. لكن طبعا مش كل حاجة مثالية. خليني أقول لكم على حاجات اللي ضايقتني. مفيش أسبان، وده أكتر حاجة محبطة. مع شاشة بالحجم ده طبيعي جدا تستنى إنك تستخدم قلم، لكن فولد 7 قرروا يشيلوا الدعم خالص، ودي حركة بصراحة مش مفهومة. الخامات، الفريم ألمونيوم والزجاج جوريلا فيكتاس 2 كويس لكن مش بنفس قوة التيتانيوم اللي موجود في الألترا. البطارية 4400 ملي أمبير، أضعف من الألترا بحوالي درجتين. بتكمل اليوم مع استخدام متوسط، لكن لو هتضغط عليه جامد هتضطر تشحن في نص اليوم. الشحن 25 واط بس، من 17% ل 100% بياخد ساعة وربع، مقارنة بالألترا أبطأ بفرق صغير لكنه يبان. الصوت استيريو كويس، لكن الألترا أحسن منه. الزوم بقى، فولد 7 بيوصل لحد 30x، بس الجودة أقل من الألترا اللي بيقدم زوم 10x و 30x ممتاز جدا. الكاميرا السيلفي الداخلية كانت مدفونة بشكل كويس في فولد 6، هنا بقت باينة أكتر، وده شيء غريب بصراحة. خليني أقولها كده ببساطة، فولد 7 هو أفضل فولد سامسونج عملته لحد دلوقتي. خفيف، أنحف، عملي جدا، وأداؤه ممتاز. لو أنت عايز موبايل بلس تابلت في جهاز واحد، فولد 7 هو الجهاز اللي هيناسبك جدا. لكن لو أنت أولوياتك القلم أو البطارية القوية أو الزوم الخرافي، يبقى ال S25 Ultra لسه متفوق.